مساء الخير. النهارده الفيديو بتاعي هاتكلم عن في سيدة فاتحة حضانة في اسكندرية، وفي فيديوهات نزلت ليها بالعنف وبالقسوة على الأطفال الصغيرين. والله أنا ما صدقتش نفسي، يعني إيه الكارثة اللي وصلنا لها دي وتحجر القلب والناس اللي اتعدمت منهم الإنسانية. يعني طفل أنا مودية بنتي أو ابني أو حفيدي حضانة، أنا بادّي له نور عينيّا، وباقول له دي أمانة عندك، أنا هادّيها لك ساعة، ساعتين، 5 ساعات زي ما متّفقة معاك. المفروض إن ابني ده لا يُعرّض نفسيًا للعنف، ولا ده بالعكس، ده تحبّبه في حاجة زي كده، تجري معاه، يلعبوا معاه، دي nursery. لكن كونه بقى إن هو لسه بيعمل toilet في الpampers، يتضرب ويتعنف لدرجة إنه يتهان نفسيًا والأطفال تعيّط وبكاء. الفيديو أنا نفسي أنزّله لكم، الصوت والصورة بشعة، بشعة، أنا ما قدرتش أكمّله. في ناس بالقسوة دي وصلنا للمرحلة دي، أنا مش عارفة أتكلّم أقول إيه، غير إني أقول يا ولاد حافظوا على ولادكم، حافظوا شوفوا أنتم بتودّوا حضانات إيه. أي واحدة ت ت ت دلوقتي ما فيش حاجة اسمها حضانة اسمها carry on ماريو، ما فيش أي اسم، أنا ما أعرفش باقول أي اسم. مش عايزة أسامي، أنا عايزة أروح وأقعد يوم وأروح على غفلة يوم وأسمع أصحابي وأسمع إن في ناس بتشكر فيها. لازم ما ينفعش باسم وأروح أودّي، دي نهائي خلاص. تاني حاجة، بصراحة ما نودّيش ولادنا وهُم لسه بيعملوا فعلًا، حتى لو أم بتشتغل تحاول بأي شكل إنها تعلّم ابنها إنه يعمل toilet قبل ما يروح الnursery. مجازًا على كل ده، أنا مش هاتكلّم على كل واجبنا نحو ولادنا، أنا عايزة أتكلّم بقى مع سارة اللي هي صاحبة الحضانة. مش هاقول اسمها التاني إني ما باحبش أفضح حد، وما باحبش إن أنا أكون أسيء لحد، كل دي معلومات إحنا مش عارفين دي صح والّا غلط، كلّنا بنتداولها على السوشيال ميديا. لكن أنا لمّا سمعت وشُفت الفيديوهات دي اتهزّيت جامد أوي، وكنت لازم أوعّي الناس وأقول لهم إحنا في خطر. ولازم يبقى عندنا إحساس بالمسؤولية أكتر أرجوكم تجاه ولادنا. وبالنسبة لسارة، للأسف أنا عايزة أقول لِك أنتِ مريضة نفسيًا ولازم تعالجي، لإن مش ممكن في واحدة عندها كل الحقد والغِل ده للأطفال، إنها تشوّه طفل وت وت وتضربه بالقسوة دي، وفي حتت ما فيهاش كاميرات. أنتِ فاكرة أنتِ خايفة أنا نفسي أفهم، أنتِ فاكرة إن ما فيش ربنا شايفِك؟ الحمد لله، في ناس شافوكِ وصوّروكِ. إيه الحل دلوقتي؟ إيه الحل دلوقتي معاكِ؟ خايفة من الناس؟ ده أنتِ عقابِك أوي، أوي عند ربنا. حاولي بقى تستغفري وشوفي بقى تعملي إيه وعقابِك هيكون إيه. أنا أتمنى يكون عقاب شديد عشان غيرِك ما يعملش كده، وما تبقيش يعني مثل لناس كتير. وأرجوكم ولادكم خلّوا بالهم منهم، وموضوع الpampers وموضوع حنّوا على الأطفال، ندّيهم punish شوية عقاب بسيط. أنا من فضلك يعني من فضلكم يعني أرجوكم، ما فيش زي زمان. الأمهات بتاعة زمان دي كانت والله قدوة جامدة جدًا، كانت تقول لك أنا النهارده ابني هاعمل له أكلة حلوة جدًا بيحبها، وأنا هاقول له لو أنت النهارده عملت toilet أنا النهارده أجيبها لك، أنا النهارده عايزة أروح أفسّحك في النادي. اتعوّدنا على كده. كان زمان يقولوا إن بين يعني بين أمهاتنا بتعمل عقاب، بتعمل عقاب إيه؟ بتهوّش، لكن مش بتضرب، مش بتموّت، مش بتدّي حالة نفسية الطفل طول عمره هيفضل يبقى بالشكل ده. يعني ده أنتِ بتوصّلي الناس لمرحلة والأطفال إنهم يعني دي إهانة نفسية. شوفي بقى عالجي بقى الإهانة النفسية عالجي الشخصية بقى اللي اتهزّت دي. أنا مش هاكلمِك أكتر من كده، بس عايزة أقول لِك في ضمير وفي ربنا، والحمد لله ربنا كشف المتغطي، والحمد لله نقدر ننقذ ولادنا، وأنتم بقى انتبهوا إن ما يحصلش حاجة زي كده. وأنا مش عارفة أقول إيه في موقف زي كده، غير إن أقول ربنا يستر. السلام عليكم.